معنا اتصال هاتفي مصطفى من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. يا أهلا حياكم الله. الله وبركاته. سؤالي: هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ طيب، وشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم، شكر الله لكم لاتصالكم. تفضلوا شيخنا. نعم، بالنسبة للحزب الذي يقرأ في المغرب في المساجد وقد كان من أيام المرابطين، وقصد به تعليم العوام كيف يقرؤون القرآن وكيف يقفون على الأوقاف، ولذلك وضع الهبطي كلمة صه على الأوقاف التي يقف عليها القارئون للحزب حتى يقرأوا جماعة ويتعلموا ويتعودوا، لأن القرآن متلقى من أفواه الرجال لا من سطور المصاحف. هذا النوع لا حرج فيه، لكن بشرط أدب القراءة، فلا يتعدى الإنسان إذا عطس أو سعل أو غفل لا يقفز من مكان إلى مكان، ولا يقف في أثناء كلمة كما يفعل بعض العوام، بل يلتزم الوقوف في الوقف الهبطي المحدد، ويلتزم أداء القرآن دون تجاوز حرف ولا كلمة ونحو ذلك. والمقصود به تعلم هيئة أداء القرآن. كثير من الناس يحفظون به النص القرآني مكسرا ولا يعرفون به طرق الأداء. نعم. وهذا لم يقصد الحزب من أجله، وإنما قصد أن يتعلموا منه طريقة قراءة القرآن بالمصحف وأن يستفيدوا منه وأن يحفظوه على الوجه الصحيح. جميل. سؤال من يوسف يسأل: هل يجوز للراقي الذي يقرأ عفوا قطعتكم شيخنا. عفوا. نعم، من الدليل جواز القراءة الجماعية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنه قال يتلون كتاب الله، وظاهر ذلك أنهم يتلونه في وقت واحد لأنهم اجتمعوا، والاجتماع يقتضي ذلك. نعم. وإذا تأولها إنسان على أن المقصود أن يتلو واحد ثم يسكت ثم يتلو الآخر، هذا تأويل، والأصل عدم التأويل في النصوص حيث لا يحتاج إلى ذلك. نعم.